حينما دخلت الصف دون سيالة، اقتربت مني معلمتي وقالت: كيف جئت دون سيالة؟ لقد جئت لتحاربي دون سلاح. شعرت بالخجل والارتباك، لم أعرف ماذا أقول. حاولت أن أبرر موقفي، لكنني لم أجد مبررا. سألتني: أين سيالتك؟ ألا تذكرين أهميتها في المعركة؟ أدركت حينها أنني ارتكبت خطأ فادحا. هزت كلمات معلمتي روحي وتركت صدى عميقا في أعماقي. كيف يمكنني أن أخوض معركة دون سلاح؟ كيف يمكنني أن أواجه التحديات التي تنتظرني عارية من أي أداة للدفاع عن نفسي؟ شعرت بالخوف واليأس يملأ قلبي، وفكرت في العودة أدراجي، لكن شيئا ما بداخلي تمرد على هذا الشعور. تذكرت ما تعلمته من معلمتي، كل ما قرأته في الكتب، كل ما سمعته من الحكماء. تذكرت أن المعركة الحقيقية لا تخاض بالسلاح فقط، بل بالعقل والقلب والإيمان. قررت أن أواجه التحديات وأن أقاتل من أجل ما أؤمن به. سأستخدم عقلي لاختيار أفضل السبل، وسأستخدم قلبي لإلهام الآخرين، وسأستخدم إيماني لتقوية نفسي. لن أستسلم ولن أرفع الراية البيضاء. سأقاتل حتى النهاية، وسأنتصر بإذن الله.